بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده بقى هنعمل الجندوفلي او البقلاويز بطريقه سهله وبسيطه وتتبيله خفيفه اسكندراني. تتبيله كده حلوه وجميله هتعجبكم كلكم ان شاء الله. بس قبل ما نبدا يا ريت تشتركوا لي في القناه وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بس يا ريت يا جماعه المتابعه على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. ويا ريت يا جماعه ما تنسوش اللايك وتعليق جميل كده لتشجيعي. ويلا نسمي الله ونبدا بالوصفه بتاعتنا. دول معايا 2 كيلو من الجندوفلي. طبعا انا غسلاه نقعاه ومغيره عليه الميه كذا مره، وحاطه في الميه حبه ملح وليمونه. وتفضلي تكرري العمليه دي كذا مره 3 4 مرات لحد ما تلاقيه مفيش رمله في الارضيه خالص. معايا بقى حله سخنه كده نحط فيها معلقتين زيت بالعدد. ما تكتريش في الزيت، هم يا دوبك معلقه او معلقتين بالكتير. دي معايا بصلايه كبيره مقطعاها جوانح، ننزل بيها في الزيت يا دوبك تشويحه خفيفه قوي كده على النار. احنا بنشوحها ولا بدبلها ولا بحمرها. ده معانا فلفل الوان من اللي احنا مفرزينه، نص قرن كده من كل حاجه. وده قرن فلفل حامي اخضر. يبقى بصلايه وقرن فلفل اخضر حامي مع فلفل الوان ومعلقه توم، ونشوحها كده حوالي دقيقه معانا. ايدك اهم حاجه في الحله مع الحاجه، عشان خاطر انا ما ولا بدبلها ولا بحمرها، انا يا دوبك بشوحها تشويحه بسيطه كده قوي اهو. تقلبتين 3 كده، ما خدتش دقيقه بالظبط على النار زي ما انتوا شايفين. وننزل بالجندوفلي بتاعنا. بصي الجندوفلي بتاعنا مفتح اهو جميل من غسلنا فيه. لازم يا جماعه خطوه الغسيل دي تغيري عليه الميه اول باول، ويا ريت تحطي له معلقه ملح وليمونه، هتنزل السلسله الرمليه اللي في قلبيه كلها. هنا اول بقى ما نزلنا اهو نشوح. شوحيه بقى وامسكي كده الحله بخرقه كده او فوطه ونطقيها اهوت. حبه ملح، حبه شطه، وحبه كمون. هي دي البهارات، بسيطه جدا، دي بهارات السمك. وبرضو قلبي كويس. اهم حاجه شوحي فيه. هنقعد نشوح فيه حوالي دقيقتين بالظبط، يعني على النار من فوق ما خدش معانا 3 4 دقايق بالكتير قوي. هنا معانا حوالي طماطمايه. هنا كنت طفيت النار، انا مش عايزه الطماطم تتسبك في الحاجه، انا عايزاها تديها طعم كده ولون. طفي النار وانزلي بالطماطم، اديها تقليبه حلوه كلها في قلب بعض. وطبعا احنا مظبطين الملح زي ما انتوا شايفين كده. بس كده. ومعايا ليمونه وبقشرها، صفيها كويس واعصريها يعني كويس اهو. بص بقول لكم ابتدى ينزل الميه بتاعته اهوت اهيت كده. شوربه جميله جدا جدا وطعمها تحفه يا جماعه، جربوه على الطريقه دي هيعجبكم. معانا بقى طاجن بايركس او صينيه او اي حاجه عندك، حابه تكملي سوا في الحله براحتك خالص، بس دخليه الفرن هيديكي طعم تاني خالص. فضي فيه، ظبطي كل الكميه. بصوا اهو الميه اللي اتبقت منه هنحطها بالشكل دوت. معايا شرايح ليمون تتشوى كده بيبقى طعمها جميل قوي برضو اهو بالشكل دوت كده. حبة فلفل اسود
بتطعمه برضو شعرة صغننة قوي كده عشان ما تغمقناش لونه، احنا بس عايزينها الطعم. معايا كام عود كده شبت وبقدونس من فوق الوش برضو يدينا ريحة ولون كده. طعمهم وريحتهم يا جماعة خرافة، جربوه على الطريقة دي هيعجبكم قوي. وزعيها كده في الصينية، ما تقلبيش، هو فوق الوش. وهنغطي دلوقتي الصينية بتاعتنا، حبة في طاجن، في بايركس، في صينية، اي حاجة بتخش الفرن عندك حطي فيها. معايا ورقة فويل، ما عندكيش ورق فويل عند غطا حلة بيدخل برضو الفرن غطي بيه. فيل عليه كويس، وفي الرف الاوسط على اعلى درجة حرارة عندي. قعد معايا حوالي تلت ساعة، وشلت الغطا من عليه، فتحت عليه الشواية دقيقة واحدة. بصوا منزل اهو الشوربة بتاعته، وطعمه تحفة يا جماعة، ومفيش حاجة وقع منه، لون وطعم وريحة خرافة والله يا جماعة، طعم تحفة. اهو بوريكم، بصوا شكله مستوي وطعمه جميل جدا. انا عايزه اوريكم الشوربه بتاعته، بس الطاجن غويط معلش. منزل شوربه طعمها تحفه، ما فيهوش رمله، ما فيهوش اي حاجه غير طعم وريحه جنان. الف هنا وشفا على قلبكم وقلبنا. وده الشكل النهائي بتاع الوصفه بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت يا جماعه المتابعه على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.